القلوب لا تهفو إلى قبر معاوية، لا تحب الناس زيارة قبره. قبره شوفوا في اليوتيوب مثل المزبلة، في مكان هكذا مقرف شيء ولا أحد. قبر الإمام علي في الكوفة هكذا مثل الكعبة، الليل نهار، سنة وشيعة. حتى علماء السنة يزار دائما، وبروحوا غادي وبيسألوا الله وبتوجهوا إليه وكذا باستمرار باستمرار باستمرار. قبر عبد القادر الجيلاني، الصالحين، أحمد البدوي في طنطا، الصلاح الناس الطيبون، قبر الحسين، رأس الحسين في مصر. حبيبي حسين وزينب والسيدة سكينة بنت الحسين. يا بابا عمركم سمعتوا انه في ناس نظموا هيك رحلات وبوسات وطيارات يروحوا يزوروا قبر معاوية؟ ولا مرة في حياتي سمعتها. معاوية ليش الأمة بتترضى عليه وبتحبه؟ كذابة، تكذب على نفسها. تحبه لأنه مرغم على أن تحبه، هيك الدين بيقول، وإلا بتروح على جهنم. ومن سب معاوية فأمه هاوية، اسم كتاب. نكتة هذه، قال ومن سب معاوية فأمه هاوية. كتاب تقرأه في 5 دقائق من أسخف ما تقرأ في حياتك. أنا لا أعتقد أن إنسانا سويا يقرأ، انتبهوا، مش واحد أبله يسمع كلمتين عن معاوية، لا 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 لا، إنسان سوي يقرأ فقط، يقرأ 50-60 صفحة عن معاوية ويحبه بمنطق بسيط وسلس وسهل. أيها الإخوة، أنا ابنتي كبرى بناتي بفضل الله، شيء غريب، دائما تأتيني تقول لي يعني يا أبتي هذا الموضوع سمعت بعض صديقاتي بعض كذا تقول فيه لم يدخل عقلي. قلت لها بابا هذه بدعة، هذا ليس من الدين، هذا حديث موضوع. سبحان الله، مرات كثيرة لست أحصيها لكن مرات كثيرة في كل مرة تأتي تقول لي بابا لم يدخل عقلي. أقول لها الحمد لله هذا موضوع بابا، حديث موضوع، هذا كذب، هذه خرافة، هذه بدعة. تقول نعم بالعقل بابا، لم يدخل عقلي، هذا لم يدخل عقلي. جيل متحرر بسيط يفهم الأشياء هكذا بالبداهة الفطرية. وقلت لإخواني ما شاء الله الآن عليكم أن تتخيلوا هذا السيناريو. ابنك الذي ولد في هذا العصر، سواء في السعودية ولا في النمسا ولا في نيويورك ولا في القدس ولا في طرابلس، لا يعنيني، لأنه العصر واحد الآن. هذا عصر أيها الإخوة، عصر الفضاء، إيه النت هذا السايبري. يأتيك يقول لك يا بابا أو ماما أنا استمعت إلى الشيوخ في المسجد، لم أفهم عليهم، لغة العربية ضعيفة لكن فهمت، يقول صحابة من الصحابة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هذا رضي الله عنه وأرضاه أخطأ ولكن له أجر إن شاء الله، ذبح وله أجر، قتل أهل البيت وله أجر، رد السنة وبدله وله أجر، ذبح الشورى وسفك دمه وله أجر إن شاء الله. يعني بين قوسين للأسف كان معاوية عليه أن يذبح أكثر ويدمر أكثر عشان لا يفوت الأجر هذا. أجر المجتهد المخطئ. حيفهم ابنك زي هيك، حيقول لك بابا ماما طبعا خسارة، كان لازم يسوي جرائم أكثر عشان يأخذ أجر واحد على الأقل. ما دام مش قادر يسوي شيء صح مرة واحدة يسوي أغلاط مجتهدا فيها فيأخذ أجر. راحت أي الأجور هذه؟ أجور جرائم لم يفعلها للأسف الشديد. ابنك حيفكر بالعقلية دي لحاله بالبداهة، يقول لك يا بابا يعني هل أستطيع أن أفهم أنه هؤلاء الصحابة بالذات طبقة خاصة، شيخت كلاس هيك من البشر، مش في أمة محمد، في كل الدنيا، في كل البشر، هذول لهم ضمانة خاصة أنهم مهما فعلوا مهما سووا مهما قتلوا مهما دمروا جاروا على الأمة تسببوا في سفك دماء 70,000 مش 10,000 و8,000، سوف يأتيك اليقين يا حبيبي. 70,000 عشان يأخذوا كرسي، أخدوعة وأزعومة وأكذوبة، ومع ذلك لهم الجنة قطعا وحتما. حتقول له بابا للأسف هذا مذهبنا، نحن أهل السنة والجماعة هيك نعتقد. يقول لك بابا هل هذا في القرآن؟ للأسف بابا، للأسف جدا هذا ما نفهمه من القرآن علماؤنا أهل السنة. بابا محمد كان يقول كده هيك، للأسف ما نفهمه من كلام محمد هو كده. يقول لك بابا قرآن الله محمد برا مبدية، بضربة واحدة سترغم ابنك على أن يكفر. يقول لك الدين قرآن هو نبيه يقول أصحابي بالذات لأنهم أصحابي لهم الحق أن يقتلوا وأن يذبحوا وأن يفعلوا الأفاعيل، أفاعيل الظلمة، ومع ذلك ممنوع أن تنتقدهم، ويجب رغما عنك وعن عقلك وضميرك أن تقول رضي الله عنهم
ويجب عليك أن تعتقد محبتهم وإن كرهتهم نفسك. أنا لا أعتقد أن إنسانا سويا يقرأ، انتبهوا، مش واحد أبله يسمع كلمتين عن معاوية، لا 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 لا، إنسان سوي يقرأ فقط، يقرأ 50-60 صفحة عن معاوية ويحبه. طب عارفين الدليل؟ قبر معاوية هي موجود وفي بلاده. عمركم سمعتوا انه في ناس نظموا هيك رحلات وبوسات وطيارات يروحوا يزوروا قبر معاوية؟ ولا مرة في حياتي سمعتها. وشوفت قبره في اليوتيوب أشبه بالمزبلة، والله العظيم، ولا حدا. مين؟ هاي قبر الإمام علي في الكوفة هكذا مثل الكعبة، ليل نهار، سنة وشيعة، حتى علماء السنة يزار دائما، وبروحوا غادي وبيسألوا الله وبتوجهوا إليه وكذا باستمرار باستمرار باستمرار. قبر عبد القادر الجيلاني، الصالحين، أحمد البدوي في طنطا، الصلاح، الناس الطيبون، قبر الحسين، رأس الحسين في مصر، حبيبي، حسين وزينب والسيدة سكينة بنت الحسين. يا بابا معاوية ليش الأمة بتترضى عليه وبتحبه؟ كذابة، تكذب على نفسها، تحبه لأنه مرغم على أن تحبه، هيك الدين بقول، وإلا بتروح على جهنم. ومن سب معاوية فأمه هاوية، اسم كتاب. نكتة هذه، قال ومن سب معاوية فأمه هاوية، كتاب تقرأه في 5 دقائق من أسخف ما تقرأ في حياتك. هذول أئمة السلف المحدثين ما شاء الله، يعني من أئمة السلف المحدثين، فأمه هاوية. لا والله، الحمد لله ترك الله حسابنا لك ولأمثالك. أنت قاعد تغتصب صلاحيات الله يا رجل. أمه هاوية، تحكم عن أمه هاوية. الحمد لله لست قسيم الله في الجنة والنار، لا أنت ولا أمثالك، لست قسيم الحق في الجنة والنار حتى تقول أمه هاوية. من سب معاوية فأمه هاوية. سبه صحابة كبار أشرف مني ومنك مليون مرة، سبه أئمة عظام أيضا، وبالدليل وبالحق إن شاء الله، مش فقط نحن نقلد في المسائل هذه. فقلت لكم القلوب لا تهفو إلى قبر معاوية، لا تحب الناس زيارة قبره. قبره شوفوا في اليوتيوب مثل المزبلة، في مكان هكذا مقرف شيء ولا أحد. طبعا وحدثتكم أنا كيف ذكر مؤرخون بما فيهم ابن كثير في البداية والنهاية، وابن عساكر اللي ما شاء الله مولع بمعاوية، أو أورد عشرات الأحاديث في فضائله لم يصح منها شيء. لذلك أشار ابن عساكر نفسه بالسند المتصل إلى إسحاق بن راهوية أنه لم يصح في الأخير في فضل معاوية شيء. قال اعذروني، أنا عارف أنا حافظ كبير أبو القاسم العساكر، بس العصر هيك بده السياسة معه، وأنا خريج النظامية، ولكن وجبت هذه الآثار الكثيرة المكذوبة السخيفة جدا جدا جدا. قال النبي يا حرام 80 سنة بيستنى يوم القيامة، حزين. وين معاوية؟ بعدين بيجي معاوية، وين يا معاوية؟ قال كنت عند رب العزة يغلفني بيده الكريمة. ما شاء الله. من أسخف ما يقول أحاديث طبعا. فبعدين ابن عساكر طبعا ضميره أزه وأنبه، الإثم حزاز القلوب. في الأخير ذكر بالسند المتصل عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وابن راهوية، أو عن إسحاق ابن إبراهيم أنه قال لم يصح في فضل معاوية شيء. حديث واحد لا، وحنرجع لها مع قصة النساء مرة ثانية. على كل حال. طيب، فإذا أنت رغما عن عواطفك وعن نفسيتك لابد أن تحب معاوية. وما بحبوش، لا أمك هاوية بتوع جهنم. إيش الدين هذا بالطريقة هذه يا حبيبي؟ قلبي ما قدرش يا بابا. يقول لا بدك تحبه وأنت بتكرهه رغما عنك. يا جماعة أنا قرأت التاريخ، كل ما قرأته عنه لا يجعله يحبه. يتصل بي دائما يوميا تقريبا إخوة يقولوا شيخنا أنت الآن طمأنتنا. يقول لي والله حين كنت صغيرا وقرأت أشياء لم أحب هذا الرجل، الآن أنا مطمئن، وكنت أشك في ديني أقول صحابي لماذا أنا لا أحبه، الآن اطمأننت بعد أن استمعت إلى محاضرة. يقولوا لا لا اطمئن وانبسط. لا 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 لا، خطر عظيم أن تحب هذا الطاغية. أنا أقول لك دينيا والله العظيم خطر عظيم أن تحب هذا الطاغية الذي عاد الله ورسوله وأهل بيت محمد وسبهم ولعنهم وتعقبهم وفعل بهم الأفعال كما سيأتيكم مفصلا بإسهاب ممل بفضل الله، ولكنه يعني يعطي ثلج اليقين إن شاء الله وبرده لمن استمع إليه. طولنا، على كل حال إحنا نتكلم عن حق وباطل. نكتفي إن شاء الله في هذه الحلقة المطولة. هذا جواب عن السؤال لماذا نتكلم الآن، ولكن سوف نتبعه بحلقة خاصة في خطبة جمعية عن الوعي التاريخي، نضوب الإحساس بأهمية الوعي التاريخي عند الأمة المحمدية. سنتحدث عن هذا في خطبة إن شاء الله جمعية سابقة، لعل في الجمعة الجائية القادمة، والحمد لله رب العالمين.